الأستاذ محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، مدير التلفزيون الجزائري سابقا، أهلا بيك. وبك أهلا. السلام عليكم. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمشاهدين القناة مودرن، وشكرا لإتاحة لنا دكتور على الفرصة لنتكلم في مواضيع الكرة العربية. أولا كل سنة وأنت طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر بيقترب. إن شاء الله عيد مبارك على الأمة العربية والإسلامية كلها، وبالأخص على الشعب المصري الشقيق وإخواني في الأسرة الرياضية وبالأخص في كرة القدم في مصر. الشعب الجزائري احتفل باكرا بالعيد بعد الفوز على زامبيا 1-0 في بليدة، احتفل باكرا بالتأهل لكأس العالم. هل ترى الاحتفالات منطقية أو أنها سابقة لأوانها؟ لا، الشعب الجزائري يحتفل بالفوز في مباراة، وكما احتفل في المباراة اللي فزنا ضد الفريق المصري الشقيق وفي مباراة أخرى. هذا صارت من التقاليد أنه الشباب الجزائري يحتفل بفوز فريقه، وهذا مستحق وما عنده حتى علاقة بالتأهل إلى كأس العالم. ممكن تقول أنه احتفلنا بالتأهل إلى كأس إفريقيا للأمم. الناس نسات أنه كأس إفريقيا للأمم من أهم الحاجات اليوم في الحياة الرياضية لكل اتحاد، وهدف من الأهداف النبيلة لكل اتحاد إفريقي أنه يكون من ضمن 16 فريق اللي تشارك في أقوى وأكبر بطولة في القارة، واللي أصبحت اليوم ممكن نقول ثالث ولا رابع حدث رياض كروي هام في العالم. وبالنسبة إلينا أنه نتأهل بعد سنتين غياب في النسختين الأخيرتين بالنسبة لنا إنجاز كبير. ولكن ألا ترى أن المنتخب الجزائري قد وضع قدما بالفعل في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا؟ احنا اولا نؤمن بالقضاء والقدر قبل كل شيء. ربنا هو اللي ان شاء الله يكرم اي واحد اللي كاتب له يمشي لكأس العالم. ثم بالنسبة إلي وبالنسبة للأسرة الكروية الجزائرية، وخاصة بالنسبة لنا في الاتحاد، احنا المهم انه فريق عربي يكون موجود. ما شاء الله ما شاء الله. تكون مصر ولا تكون الجزائر، بالنسبة لنا نحتفل في الحالتين. ما شاء الله. واللي يهمنا هو أنه العلاقة الطيبة النموذجية الأخوية اللي موجودة اليوم ما بين العائلتين الكرويتين الجزائرية والمصرية تستمر، ولا يمكن لأي حدث مهما كان نوعه مهما كان حجمه أنه يمس بهذا العلاقات النموذجية. أنت عارف أنه في الاتحادين أنا تربطني بأخي سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علاقة فوق الأخوية، علاقة محبة وعلاقة أخوة وعلاقة عمل مشترك. احنا نشتغل مع بعض. أنا هاني أبو رضا أخ لي كبير مثلا، وأنت عارف أنه هنا في الاتحاد الإفريقي أو في الدولي أو في الاتحاد العربي مع سمير أو في الاتحاد شمال إفريقيا مع كل إخوان نشتغل كرجل واحد لتطوير الكرة العربية والكرة في إفريقيا، وبالأخص في منطقتنا في الزون الأول تبع الكاف في شمال إفريقيا. فهذا أكبر من كل شيء. احنا كمسؤولين الدور المنوط بنا هو التطوير، هو التقارب، وهو التنويه بالاخوه والصداقه اللي تربط العائلتين الكرويتين، وعلاوه على هذا تربط الدولتين. احنا ما بين مصر والجزائر تاريخ ثري جدا وكبير، ويرجع للوقت الزمن كبير. واحنا في الجزائر كل الاحترام والتقدير لشعب مصر والدولة المصرية من ايام حرب التحريرية الى يومنا هذا. وانت اخيرا شفت اللقاءات اللي موجودة ما بين السلطات السياسية في البلدين وحتى مع الفئات الاخرى في كل المجالات، وخاصة احنا في المجال الرياضي تربطنا علاقات طيبة، وهذا فوق كل النتائج لأي مباراة ولأي مسابقة ولأي نتيجة.
الاتجاه، وهذا اللي لازم نحتفظ به، وهذا اللي لازم نشتغل على تطويره وتنميته. تأكيدا لكلامك، وقبل ما نرجع للجانب الفني في التصفيات، الجمهور المصري في نهائيات كأس العالم في أسبانيا 1982 كان متعصبا لمنتخب الجزائر أكثر من الجزائريين، والصحافة المصرية واجهت فضيحة مباراة ألمانيا والنمسا بطريقة بالغة العنف وكأننا جزائريون في مصر. نرجع لإقصائيات كأس العالم المجموعة الثالثة، الجزائر 10 نقاط، مصر 7 نقاط، باقي مباراتان لكل منتخب. الجزائر لديه مباراة سهلة في ملعبه ضد رواندا، مصر لديها مباراة بالغة الصعوبة في لوساكا ضد زامبيا قبل أن يلتقيا في القاهرة. ألا تعتقد والله يا دكتور أن علاء منتخب الجزائر في مباراة رواندا قادر على الحسم؟ والله يا دكتور انا مانيش مشاركك في الراي هذا، رغم انه انا مقدر كثير معرفتك للكره وقدرتك على التعريف وعلى ما يجري في الساحه الكرويه الافريقيه والدوليه. ليس هناك اي مباراه سهله اليوم في افريقيا او في اي مكان اخر. احنا ممكن كنا غلطانين زمان لما نقول الفرق في شمال افريقيا قويه وكانت تسيطر وباقي تسيطر. الدليل على هذا انه مصر واحنا نفتخر بهذا مرتين هي بطل افريقيا في السنتين الماضيتين، علاوه على البطوله تبع بوركينا فاسو. لكن اليوم المستوى تاع الفرق الاخرى ارتفع في الوقت اللي احنا بقينا في مستوانا. فلكل مباراه صعبه، وبالنسبه لي انا كل مباراه في التصفيات نهائي كاس العالم. كل مباراه نهائي. وانا بالنسبه لي مباراتنا احنا ضد رواندا صعبه جدا للغايه، كما مباراه زامبيا ومصر في زامبيا صعبه جدا للغايه. يعني ترى ان رواندا في بليده مباراه صعبه؟ طبعا. على اساس ايه؟ منتخب رواندا هو الوحيد من اصل 20 منتخبا في الدور الاخير للتصفيات الافريقيه الذي لم يسجل هدفا. أنا عارف. كيف ترى المباراة صعبة؟ كرة القدم أنت عارف ليس علم دقيقة. رواندا عنده نقطة واحدة، باقي له مبارتين. لو يكسب المبارتين المقبلتين حيكون عنده رصيد 7. في أي حالة عجز في مكان آخر بيجي كأس إفريقيا الأمم. فإذا حظوظه قائمة. راح يلعب مباراة العمر ضدنا زي زامبيا تلعب مباراة العمر ضد الفريق المصري الشقيق. فإذا كل مباراة لازم الإنسان يعطي لها أهميتها. الاهتمام والحظوظ شيء والمعايير الفنية شيء. منتخب رواندا لا يضم لاعبين أكفاء، شاهدناه ذهابا إيابا ضد مصر يستدعي المصريين اللي يسجلوا في مرمى. انت مين كان اللي يقول انه فريق زامبيا يجي ياخذ يسوي تعادل في استاد القاهره؟ والله زامبيا تعادلت مع مصر في نهائيات 2008 انا عارف، لكن برا الديار. برا الديار. يعني انا قلت لك ليس هناك علوم دقيقه في كره القدم، كل شيء ممكن. هل يقلقك شخصيا ما حدث من غينيا ضد الجزائر في آخر مباراة في إقصائيات أفريقيا 2008 عندما فازت غينيا على الجزائر في الجزائر وأخرجتها؟ هل هذا درس قاسي للجزائريين؟ هذا دليل على أنه يثبت الكلام اللي أقوله أنا. يعني هذا دليل على أنه أي حاجة، كل حاجة ممكن في أي وقت في مباراة من المباريات، حسب الظروف، حسب المكان، حسب المناخ، حسب الوضع البسيكولوجي للاعبين، حسب عدة معطيات بعض المرات مجهولة ممكن النتيجة تتغير. فلذلك أنا أقول لك لكل مباراة لازم الإنسان يعطي لها قصد الأهمية اللي تستحق فقط، وتحترم الخصم. هذا من ناحيه الإيتيك حتى كمان. هذا لازم يكون في حسبانك. لائحه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا الخاصه باقصائيات كاس العالم 2010 تنص على ان الدوله صاحبه المباراه او الدوله المضيفه لها حق تحديد موعد المباراه ومكان المباراه في التوقيت المنصوص عليه